بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، كل عام وانتم بخير. النهارده كان العيد، الحمد لله تم على خير. ربنا يعود علينا اعوام واعمال، يعني ان شاء الله اعوام يا رب بالخير والستر والصحه. طبعا كان لازم يبقى في حاجه حلوه نقدمها في العيد. كان عندي قطايف بالشكل ده. كنت طبعا حشيها مكسرات وزبيب وجوز هند، وقليتها طبعا كويس. يعني انا بستنى عليها لحد ما تتحمص كويس كده، وبكب عليها السيرم وبحطها في التلاجة، يبقى طعمها خطير. عملت معاها كمان كنافة وجلاش بالكريمة، برضو طعمه لذيذ. كان عندي نص لفة جلاش، قطعتها كويس، حطيت عليها معلقتين سمنة ودخلتها الفرن تتحمص مع شوية كنافة، برضو قطعتهم كويس مع معلقتين سمنة ودخلوا الفرن على الشبكة، اتحمصوا كويس وطلعوا. على ما جهزت الكريمة، طبعا الكريمة عبارة عن كوبايتين لبن، معلقتين نشا، معلقتين طبعا كريم شانتيه بيديها طعم حلو. ولو ما عنديش قشطة، ولو عندي قشطة عادي بحط معلقتين قشطة، بس تقريبا نفس التست ونفس الطعم. طبعا وبظبط السكر بتاعي على اساس ما يبقاش يعني طعمه كده مسكر قوي. طبعا قلبتهم على النار، بقوا اخدوا السمك ده والقوام ده. طبعا بحطهم كده، عندي كاسات، عندي بولات، عندي اي حاجة بالشكل ده بحيث هي تقدم فيها. طبعا بيهدوا شوية، او يعني لغاية ما ياخدوا نسبة الدرجة الدافية، ما تبقاش سخنة قوي ما تبقاش باردة قوي. بنزل عليهم بالجلاش والكنافة اللي انا حمصتها مع السمنة في الفرن. طبعا بقوا بالشكل الجميل ده. هنزل عليهم باي صوص عندي، صوص شوكولاته، صوص فراوله، اي صوص موجود بيديهم طعم وشكل حلو قوي وطعم لذيذ. وبالهنا والشفا اللي يجرب، وكل عام وانتم بخير. حاجه بسيطه وسهله موجوده عندي في البيت، بتتقدم لو عندي ضيوف او لينا احنا كافراد، مفيش مشكله.